بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد على قناة نور شانيل. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفة ديال البسيطلات بعجينة المسمن، كيجيو مرقين ومقرمشين بطريقة سهلة. نتمنى ان شاء الله انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات وبالاشتراك في القناة، وندوزو مباشرة نحضروا الوصفة. اول شيء كنجيب واحد المقله كنوضعها على نار اللي كتكون متوسطه، كنضيف ليها قليل من زيت الزيتون او زيت نباتيه اللي عندكم. غنضيف ليها واحد البصله اللي كتكون مشلضه رقيقه، واحد جوج فصوص ديال الثومه اللي كيكونوا محكوكين. كنحرك كلشي، كنخلي البصله ديالنا هي وديك الثومه كتشحر. من بعد كنضيف ليهم صدر الدجاج، ممكن تضيفوا الكميه اللي متوفره عندكم. تقريبا هنا ضفت صدر دجاجه كانت عندي. كنخلي كلشي كيتشحر مع بعضياته، ومن بعد كنضيفوا العناصر المتبقيه. صافي كنحرك كلشي مع ديك البصله حتى كيبان لينا ان يعني الدجاج بدا كيدخل فيه الطياب. من بعد غنضيفوا ليه واحد جوج جزرات او جوج خيزوات محكوكين وجوج قرعات خضرين حتى هما محكوكين. قرعه طويله حكيتهم حكاكه رقيقه وكنوضعهم. من بعد ما كيبان لنا ان الدجاج بدا كيدخل فيه الطياب لانهم كياخذوش هنايا وقت كتير، كنحرك كلشي مع بعض باش كيندمجوا. كنضيف لهم مباشره التوابل. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، يعني كلشي تبارك الله كيعرف يوضع. يعني غديروا ديما معلقه صغيره ديال الكمون. عندنا كذلك التحميره، معلقه صغيره. عندنا الكركم كنضيفوه حتى هو في الحشوه. وانا غنضيف غنضيفوا التوابل ديال بسطرة السمك اللي كانوا متوفرين عندكم. صراحه كيعطيو واحد المذاق رائع لهاد الحشوه هذه. كنضيفوهم وكنحرك كلشي مزيان حتى كتبان لينا ان الحشوه ديالنا يعني صافي دخل فيها الطياب وكلشي تشحر وكلشي طاب. كنضيف هنا في الاخر، يعني في الاواخر كنضيف هنا واحد ديك قشر ديال نص حامضه مرقده كنقطعو مربعات. كنضيف كذلك الزيتون خضر بلا عظم كنقطع حتى هويا. كنضيف عصير نصف حامضه، وعندنا واحد جوج معالق كبار ديال صوص صوجا. كنحرك كلشي مزيان حتى كيندمجوا ليا العناصر اللي ضفنا مع الحشوه تماما. يزيدوا واحد البنه رائعه على قشره ديال الحامض ولا الزيتون، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار، ولكن يعني ما تستغناوش سورتو على قشره الحامض، راه كتعطي واحد المذاق رائع. صافي هنا اخر شيء غنضع هي الشعريه الصينيه. من بعد ما كنا رقدناها في المغليان نقطعوها وكنضيفوها للحشوه وكنخليوها حتى هي كتشحر واحد جوج دقائق تقريبا مع الحشوه باش كتطلق فيها هذيك البنه وكتجي الحشوه ديالنا بنينه ومعلكه. ممكن تضيفوا الفرomاج، كيبقى لكم الاختيار، وانا بحاول نخلي الحشوه ديالي تكون هي اقتصاديه في يعني هاد الحلقه هذه. هنايا عندي تقريبا نص كيلو ديال دقيق الفورس غندوزو نعجنو لعجينه المسمن. كنخليو الحشوه كتبرد. كندير هنايا نص كيلو ديال دقيق الفورس مع شويه ديال الملحه. تقريبا عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت العاديه. غنضيف ليه واحد المعلقه ديال العسل، لما كانش عندكم ممكن تضيفوا السكر. وغنضيف واحد البياض ديال البيضه لان الصفر غنحتفظ به للدهن. صافي هنا كنعجن العجين ديالي بالماء اللي كيكون دافي كيف ما مولفين كنعجنوا المسمن ديالنا عادي. كنخليو العجين ديالنا كيتعجن، وكيف ما كتعرفوا عجينه المسمن خصها تكون مدلوكه ومطلوقه، ما تكونش يعني قاصحه بزاف باش كتعطينا الطوع في التسمان. صافي هنا من بعد ما كنزولها فانا كنحاول نصنع كريه في الوسط، كندهنها بالزيت وكنوضعها في واحد البلاستيكه. عجينه المسمن كدمر تحت فهي كتسهل علينا اننا نخدموها وكتجينا زوينه اكثر. كنخليها هنا كترتاح بما بردت ليا الحشوه ونرجعوا نطلقوها مره اخرى. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه فهنا كنجيب واحد هكا زلافه اللي كندير فيها الزيت النباتيه. كنحيد هنايا كتشوفوا معايا كترتاح وكتزيد كتطلق. شوفوا معايا العجين كيفاش داير، يعني كنحاول انني نقادو. شوفوا معايا القوام ديالو كيفاش داير، كتجي عجينه اللي مدلوكه وطعاطي انا الطوع 100%. صافي كنقسمها على جوج كريات. طريقه سهله غنشارك معكم هنايا ديال التحضير ديال هاد البسيطه المسمن كيوجدوا بسرعه. صافي هنايا كناخذ الكريه الاولى، كنحاول انني ندهن سطح العمل ضروري بالزيت، وكنبدا نطلق في العجين ديالي باستعانه ديال الزيت حتى كيتورق ليا العجين تماما. هنا كنتوقف ليا الفيديو للاسف. صافي وكنبدا نشكل مسمنه عاديه.
كنحاول اني نجمع المسمنه بالطريقه العاديه اللي مولفين كنجمعوا بها المسمن على شكل مربع، وكنعاود نطلق المسمنه الثانيه كيف ما نتعرفوا يعني باش كنديروا مسمنه وسط مسمنه باش كتجينا مورقه العجين ديالنا. هنايا الكاميرا كانت صراحه يعني دارت مبقاش تصوير في المحل ديالو. نتمنى ان الشرح يكون واضح. يعني كنديروا مسمنه وسط مسمنه كيف ما حنا موالفين كنديروا دائما. كنبقى دائما كنورق فيها باليد ديالي وانا كنجمع في داك المربع باش تجي ورقه فوق ورقه ويجوا كلهم مقادين. يلا انتبهت الكاميرا بانها دارت. صافي كنخليو العجين ديالنا كيرتاح واحد شويه، من بعد كنرجع كنبدا نطلق فيه. ضروري تخليوه يرتاح باش يجيكم ساهل انكم تطلقوه. يعني العجينه ملي كنخدموها من بعد ما كنبغيو ثاني نخدموها مره اخرى خصنا ضروري نخليوها ترتاح. صافي كنبقى نورق في هذه المسمنه حتى كتصبح بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، يعني تكون رقيقه فوق سطح العمل باش كتجينا دوك المورقات ديالنا رقاقين ومقرمشين. صافي هنايا نبقى نورق فيها مزيان. غناخذ واحد جراره ديال البيتزا ونبدا نقطعها على هذا الشكل هذا على شكل مربعات. واخا تشوفوها يعني كي العجينه كترجع ماشي مشكل، يعني المسمن هو هذا. فاحنا من بعد غادي نقادوها بالطريقه اللي بغينا. كنبدا نقطع فيهم هكا مربعات اللي يكونوا تقريبا مقادين، ومن بعد كناخذ كل مربع كنطلقوا بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. كنجيب واحد الاطار اللي كيكون دائري باش كنعبر عليه كتجوني كلهم قادين، وديروا شغلاقه المهم ديروا اللي بغيتو. هنا درت واحد شويه ديال الفرماج احمر كطبقه اولى. من بعد غنضيف الحشوه ديالي بهذه الطريقه هذه، يعني كنعمروهم باش كيجيونا يعني مقادين وزويونين. غنبدا نجمع في الحشوه، نجمع في العجين بهذه الطريقه هذه. يعني كتجمعوا العجينه وانتم بحال كتسوديوها، يعني كتلصقوا العجينه مع العجينه. بانت لكم العجينه كثيره قطعوها وحيدوها، ما تخليوهاش تبقى تمايا غليظه. يعني كنحاول درت انا كريات صغار باش كيجوني يعني القياس ديالهم هو هذاك، وفي الاطار كيساعدنا وكيجيب لينا كل شيء البساطلات ديالنا عبار واحد ومقادين. المهم نتوما ديروا المول اللي عندكم، انا كان هذا هو اللي متوفر ليا فانا هو اللي استعملت. صافي وكنبدا نجمع في يعني البسطيله ديالي على هذه الطريقه هذه تنكملهم كاملين. صافي الاثناء ضروري نكون شاعلت الفران باش كيسخن. كنهلم الوجه ديالهم بصفار بيضاء مع شويه ديال الصوجه باش كيجي اللون ديالهم محمر. ومن بعد كندخلهم فران على مسخن على 180 درجه. يكون ضروري يكون سخون في الاول. كي ندخلوهم ضروري تنقصوا من الحراره حتى كيتحمروا. صافي وكنخرجوهم وتزينوهم بالطريقه اللي بغيتو. كان هذا هو التزيين البسيط ديال البساطلات ديال اليوم. نتمنى ان فقره اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بتشجيعات ديالكم باللايكات والبارطاج مع الاهل والاصدقاء الى عجبكم الفيديو. كنضرب لكم موعد الفيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن.